في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. وبعد درس رابردو مضطرب شمان تواكرت أو إلى مخالفيها براوي جيشتنا مصحف ومحرف. عندك أري مصحف ومحرف شيكو بس بيناسة لبيناسة فرق كان هي عندك أربعة يقدع أني لا برا سيويك بله. زازيتر أمام متنكان أخوين نشكو وقت كم ما هتا بيراب جاي يعني زاري متنك لهم مهمة لقى الشرح كي أو تفصيلات ديكا أو أملو ما كديا ونقول كتابك كتان لك ندوي أطوان بسنو سري السنوي لعربي باش بي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. وبعد قيشنا لا برسيويك أو بتغيير حروف مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف أري حرف كان بقوردري سياقش بمنه يعني سياقي كلمة كيوشكي خطك هزاليرا أري مصحف ومحرفة بيش بين الناس بالشرحي أو متني عبد الكريم خضير رحمة إخوائي لبي ولو الموجودة وموجودة للزجيان بس هالرحمة هالباش ولو مردي الزنديان. يقصد والحافظ رحمه الله أنه إن كانت مخالفة الراوي دري ما بستي ليري راوي مخالفيها بي يعني لضبطي مخالفيها بي بقوردي كمعناي دا قوردري استهاردك نموني ديني نوا أوش لتسبي أدبي بخوش باسك عليه لتسبي أدبي يعني خطك زور ناخوش بوا خو بيش عنك أوشتيان ورقتي مخطوطة بو طبع وأونا بوا خطك زور ناخوش بوا يعني زاروية تساوي زعيبك خوين ديتو أو هاتي ديتيتي يعني زاروية جوي جرام بوا لدرسي وشي ما مستشتا چي قوتي أو بشتش كتيجيشتيا ناك عمدا أوشتبي مخالفي الراوي لو راوي كان دي أويا يعني تساوي زعيب بوا يعني جوي باش جيلي نبو لمزيس حديث كلمة كي وشكل حديثي بغلط ناخد كده تشكا جوي كي با الله وريقتيا يعني زاروية خطكنا خوشا أو هاي تيجيشتيا يعني زاروية چونك بخوي للشيخ كي ورنكتيا مثلا حدثنانيا مخطوطشا بخوي لو ما مستعي ورنكتيا راس بخوي تشتا مراجعي كده زاروية أو هاتيجيشتيا چونك اگر الشيخ كي قريبي حركاته مش تلو ركاو يعني لو راستكاتو اگر خطكش ناخوش أذا أو مصحف محرفة لوي هاتيا واضح له هو كارتيا يعني درسبوني سببيتيا بشرتك به الله نابي هذا. فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط لبا نقطة كان بي لسبيتا كان أو مصحف أو باسم كت. وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فالمحرف هذا كريم محرف ومصحف يك هذا شجنا بدقيقي فرق بيك أقل حركات السكنات فتحة وضمي قرابي أو محرفة تحريف كده مصحف تصحيفي بدرن معناه ويا نقطة قريبي سينا كدبي تشين استاديت حركة يعني السروبري بدرن بكوري حركة وفتحة وضمة بقوري فتحة بكدي ضمة كدي السكون أو مصحف محرف بدرن مصحف تصحيف معناه ويا نقطة قريبي زي نقطة لسنبي يعني يقبي كدي دو يعني هربي نقطة أو نقطة لسديان ببيت سوانا أو هردو أزادوت المصحف اصطلاحا هو ما وقعت المخالفة وقعت يعني الرويدة مخالفة كو زياوازي الراوي لقى الراوي كان كبس الرويدة فيه بتغيير النقط في الكلمة نقطة كان بقوري لو شيء مع بقاء صورة الخط بلام شيواز وخط الرسم كي كلمة ما فيها. هذا أقسام التصحيح. تصحيح في السند هي نواني أو شرح ما هم بين نخوين دريتوا بلام ليلة تصحيح في السند سيا حديث الشعبة من هي ليلة شيء هاتيا بس أم ليلة بكرتي دخوين موجد ولا حديث الشعبة عن العوام بن مراجمة صحفه ابن معين فقال عن العوام بن مزاحم
خو أوتا ابن معين بياوش ثقشة يعني خو كذبه يلا نابي معناه هلا قدوي كر خو لسي در ناسي أو هاتي جيشتي يعني كبشكا باجدا عوامي بني مراجمة كديا مزاحم فرقية يعني جيمة كي كدحة ونيا رايكا شي كدزا يعني حرف نقطة تبقوري نقطة لسداني لابي أو مصحفة تصحيف في المتن معناه وباعتبار موقعي يعني لشويني تصحيفة كي باعتبار شويني يعني لسند يعني لمتن استا حديثك هي ليرا مثلا وأتبعه ناري من صام رمضان 6 من شوال ونيا إياك كديت شيئا من شوال أو في المتن باشا شيئا من شوال ليش حديثك كعدا تصحيف في أوتا ليرا حديثة كمان تدا أوتا من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال طوا صحفه الصلي فقال شيئا بالمعجم معجم يعني بكيا عجم معجمة زاني لتساتيا بيش أو نقطي نبوة غير عرب هاتين يعني عجم هاتين ناو الدين الإسلامي تا بزانا سين أو هان مايتوش شينش نقطين لوك تا بزانا شين سينية شينة بس عرب زاني تانسك راس وليان كتو شكلان زي أو أنا نقطين لو زي ذكر حتى عجم كان كلمات القرآن بغرتنا خنو كأبو أسد الدؤلي بأمر إمام علي ويكد لو وقتش رزاي خوالي بي قواعد نحو لغة عربي بيا بوا أزاليرا أوي كدر أجا نقطيها بدري بالمعجمة أجا دار بزانسيا مثلا دري أو حرفا بالمعجمة يعني نقطيها بها وتليرج دري صحفه الصلي فقال شيئا بالمعجمة بدل 6 يعني بخوي 6 كديا معجمة سينا كده شيئا واصحة إبزان هاتسن معنى يدا قوردري أجا بحالة شيئا لشيء و6 لشيء ونيا أو دري 6 روزان بقرا خوناري شتاتشي بقرا أو تصحيف في السند والمتن بكرتي باعتبار منشأه جوتمان باعتبار دروز من تشكوت ودري إلى قسمين تصحيف البصر وهو الأكثر زوري كتساويان هلية كناري تساوم أو هاي خوين دو بغلطي أو التصحيفة سينا كيلي بوشين حرفك شويني قورة أو التصحيفة أو باعتبار قسمين دو من تصحيح السمع بغلطي جم وريقير زور زارتو أتولد دخوين نوا رقمي موبايل بغلطي نسيت دوالوية كشيت كذا كيوني أو بشر لو زمانه أو دمش وبا أو بكرتي هموناتنا وشرحي محرف اصطلاحا تماشاي تشكل السروباس والمحرف وما وقعت المخالفة فيه أو الأخوارية بتغيير الشكل في الكلمة مع بقاء صورة الخط فيها تماشاي كما استوى الشرح متن كمان كد بلام أو تفصيلاتها بس تعرف كان ده نمونة بس سريعي مخالفته دا رويدا جیاوازی راوی لەگە ڕواتەکانی کە ضبطی لێ تێکچوو نییە ضبطی باشە شکلەکە حرەکە و سەکەنات و فەتحە و سەروبەری گۆڕا لێ گۆڕا فی الکەلیمەتی لەوشە بەڵام خەتەکە هەرمایە تحریفمان هەیە لە سەنەد باشە تحریف لە سەنەد هەیە تحریف لە سەنەد كأن يجعل بشيرا ولهيعة بفتح أول ما بشيرا ولهيعة بل بشير لهيعة أو دي كاتب بشير ولهيعة حركة يقوري تحريف لمتن مثال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بخوي أويا حرف العنزة عنزة بخوي أو كديا عنزة كابرايك خرشي عنزة بوزور كيف قلت في غمر صلى الله عليه وسلم نيجي كدلو لاي قبيلة ما بخوي قبيلة كي بناوي عنزة أو عنزة مقصدي في غمر صلى الله عليه وسلم نصبي جوباري كده لو ستري مصلينيا داينا نيجي كديا أو هراس عصايا شدانا إذا دار بجوبار بتسيا أو هراس عنز عفوا عنزة كدي تعنزة عنزة كان ناوي قبيلتها دري صلى إلينا رسول الله إلى عنزة أو هاي ليتكسو بخوي عنزة يعني عصا وتبخو شواري للا إذا صلى نصبت بين يديه يعني لبيني أو يشتكي نصبك دودانا مقصدي أوينك لولا قبيلة يجي كتبي وتبقى قبلة للاي قبيلة يعني بو لو زين شويني كنا لا مقصدي ويا اشتكي دانايا وشي ساتري مصليها عنزلت شيء وعنزلت شيء عنزة قبيلة عنزة قوبارة كواتو التصحيف لا تحريفي أعلام تيبدا لمت لسنة دشمانجو حكم تصحيف وتحريف تيا باشا
حكمكي أويا الصواب ويا أتو استاو تحقيقي مخطوطين أكري غلط كرايا عروي مخطوطة هي استاهي الله يتدا دليل السلوة سامك أويا صوابك أوي تقريره في الأصل يعني ليه بقري وجهي خوي لا أصلكي باشا على حاله والتضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية كو تضبيب أوي ختيان لسددا استعمشت شو بكين خط ما نبي استهرت ماشي مخطوطان كا خط لسريتي معني أو زيا أو مثلا دموي قصي لسبكم تعليقكو كومنتكو إضافكو شرحك لسبكم يعني حاشا ختيان لدا لبنه وأزاءته حاشدها إستا تحقيقي مخطوطة مثلا ألف باو تسند لبدستيا براورده كي شيهان يعني خطي مؤلفيا أو يعني كذا بنا ألف باو برينجي مودالو إلى تسن بن أوها محرفان يعني دانه تسن هلا هبي فرق يعني هبي دبي الحاشية ومحقق أوها محقق لبنه وديارك أجا هلي تدابو دري أصل وايا أوها شو كلا فران نسخة أوها أو نسخة براوج كراي لسجى نسخة أمي الشيخ كي يعني طلبك لك نوي نسيتو أنا زور مهمة لوي كيك نقلي كتبي بش ببش همو أوها دري نابي لسروت سابكي خطأ ليدا يعني ليدا إشارتك أو هلات التطبيب أو لسري خطيان لبنو لحاشي لها مشي تساكن هذا دري أصلي تصحيح حكم تصحيح وتحريف دبي أو هالبكين لحاشي سابكين دري ومما ينبغي الاهتمام به لطالب الحديث وغير أن يتعلم منه هذا دري سيادة بيويستا طالبي حديث وغير طالب حديث فير النحو لغة بيتغلطنك وسلامة باللحن لحن يعني غلط لنحوي لحن أو لحنا يعني آواز لحن لزباني إيرا ما بستي معناه هلا كردن لا غلطي لغوي نحوي دري ولحني هي للغة عربي لنحوي لقواعد معناه هي هلي هو مصطلحك خاصة بوان توان دوا ابن سن من النحني يعني هلا تصحيف شو حرفيا نقطة بقوري وطريقه في سلام من التصحيح الأخذ طريقة كشيتيا طريقة كشي أويا سلامت بي لتصحيف كو أخذ من أفواه أهل المعرفة دبي لأهل معرفة وقري لتحقيق كي تحقيق ضبط عنهم لا من بطون الكتب الشيخ كولا زاري وان ولا زي تحقيق وقري مؤلفات حديث مصحفش أو كتابانه أو تلير هنا أو زارهاتنا سرمتنشك ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني أو باش أويكا دري نابي زائزنيات يعني عم وبكي لمتني بقوري والله بتسي نقصي تدايان واتاج كدينم يعني أتو نابي دز دي دقو نصي استا أو بويتا ياسا هيك اكشتشي نوسي نابي دسكاري بيبكي اگشتتي إضافة دري بنوسو يعني تحقيق بدوات أو بويتا ياسا أهم زانهم لوشتانا ورجع أري نابي أتو متنو دقي عالمة بي دسكاري بكي والله برينا قسطاني بكميان زيد بكميان والله بوا هاو تايلو دي مرادف يعني واتاج كوني تي بيدر بكردي هاو شيوا مرادف يعني هاو شيوا معناه كلو ده مقصد تلو شرح شي دكي حاشيه لبنو بنوسا او همو بيتا قانون يعني شرعا ايش او هيا تي بيدر استاذ نسنسا حقوق الطبع محفوظه استاذ زور كسواني كتاب يعني لك كردي بيوان جنب مؤلف كده كاكا كتابه زور جننجا اللي مدقري ترجمه كردي بكم بتوقيع خوي ريده اذا استابه ايميل زنيرن زاروا لك كتابه كذا دروا او اذا تسميني نكو بيبزاين توا وبتابع تسبيش اوي ونشكات لك او قانونيه ازالي شو تبزان علماء حديث اول شيء باس كده ولا جائزني بانقص تغيير المتن دقي بقوري نصي شخص اسمه بالنقص نقصتان او يبكي يا والله بري او ها شيء الا لعالم إلا زاناك بما يحيل المعاني بزاني إحالة معاني إلا لو يدرس أتو نقل كي نقوري يعني أتو لكاتك استعدري كاكا مضمون قصي فرانكسي أوي بتعبيري خوي علماء دروستيان كدي عندك بلام نابي هالراس نصا نقل كيو بقوري يعني كاكا مفهوم حكاية فران عالمي أو هادري أو مضمونك إيوه أو شلو شي درست أوي عالمة بلوغة وبزاني بزانا هاوشي ويكو كو معنى اللي كدريتون بلو غير عالمي نابي نكو اشتكي بحلا نقل كالا معنى ده إذا حديثي شوية نابي إلا لو عالمان هندك دروس با رواية الحديث بمعنى أجنا درستان نكديا أوش اختلاف للصلاة يقصد الحافظ رحمه الله أنه لا يجوز تغيير متن الحديث بنقص من ألفاظها نقصتان كي لفظ جمله ورستا
ماني أوش باسي تسير لتسموزعتها وهو ما يعرف باختصار الحديث. حديث اختصار ذكرته دري مختصر حديث ما معنى الحديث والاختصار على بعضه دون بعض. والله كركي ولا هندشي حذف كي ولا تعمد إبدال ألفاظ أو بعضها نابيش بأنقص لفظة بقوري باب لفظي كبا مرادف شي قوتمان وهو ما يعرف أوتا بالرواية بالمعنى. أتوبري والله من نام يدقق كينا كم رواية بمعنى ذا كم بتعبيري خو لفظة جدا مها الشويوي دري أوش نابي بأنقص إلا لعالم لو عالمة درستا مثلا شرح حديثك كذا لسأو بابا تشتشنسي ما يستفاد الحديث أو أنا لو بما يحيل المعالي ومدلولات الأفضل كعالمة كمعنى بقوري إحالة بكيلو لاجكا دلالات ألفاظ هو معنى يتسولو صدقيني هم أوانا أظن كعالم بأصل الفقه بنحو وفي كل من المسألتين خلافة. ها لهردو كان دري خلافة كخلاف بس لك عندك درين والله درستي شلا دنا حلا يلا دقيق كابر بقوري دنا أو محققة لسروا بقوري بري لبنوش مثلا بريكاكا أو راستم كديتو أمن نكو هلاك أوهابو هتامزان عالم يوهابو عنده خلاف تدي عندك درين دطواني بقوري عندك درين هلا يا قيدين يا بالد زي خوي بي أتو لبنو وكو أمان علمي تصادكي أو إيوانا بدسكاري بكي سكولواني بانقصنا بو بهلا كده بلامته هلا كله بنقول له هو خلافك عندك درين زائزة رواية حديثي بمعنى كالاختصار ما مثلا اختصار حديثي كده بمعنى لو رواية كبا هاو الشيء ويقول العالم عندك دروستي عن كده عندك دروستي كده أو باسي عندي أو زاو التدريب فمنعوا بعض مطلقا وأجازوا بعض أو اختلاف تدا الصحيح التفصيل وهو من غير عالم لو غير عالم زائزة لو كسش عارف باشا أو هم باسي أو موضوعية كحتى آخري. مثلا نمونا كلود بري نمونا شي دين درين بنقصتاني لو شو كمعنى ده قوري استدرسني تبري ويل للمصلين أقل آيتي درسني قياسي حديث الشان كده لسه هراز بري ويل للمصلين كاكا جوابي ويلهم من يشكرنا كاكا توابيكا حتى على قراءة القرآن يدرسنيها لو أنا زورك سو بهلبسي سوري أرأيتي سوري معنا ويل للمصلين هذا بتواوكي ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون معناه أجناتهم مقصد تمون ويلهم مصلين نابي جناحة ونيا الزاليرش دريه ويل للمصلين وتسكت يعني السك سكوتي كتبيدان بنابي وتلبنون من يدري. فإذا اختلفت الأصناف حديث شيء دريه أجسن فكانوا باس الربايدك پیغمبر صلی الله علیه و ششتی باس نکال الربای لمعامله ربای مثلا داره خرما با خرما میوش با میوش خوی با خوی گنم زو زیر با زیر زیو بلام أواب أتو هندي بري حكم كيتوني هذا سفر من الآخره. فإذا اختلف الحديث أو اشتهي وشي آياتي فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم زير دروسته بزيبي بدي بزيده ونقصد زير بقيمة اللزيونيا وشي دولاري خمان بديناري بري دولار لقى ديناري عراقي بس أتو نقصتانت كده كاك معناه كأنه وفيري تدا كيف شئتم دري حركو دفرشنا بس أقد سبي إذا كان يدا بيد أو هردمينه أو لا حديث كي تواونا كان راسه هبره والله بيغمر صلى الله عليه وسلم يقول أقد زورا كان والصنف كان زدابن رباية دانيا بكيف ختام بفروشن كاكا بك زيادة بفروشي ثم كزير الذي بقيمة روية دولار لديناري بقيمة را بس دز بدبي قبس كين واضحة أو باسكا هذا دري أتوها راس أو بكي وتسكتا راوستي دري فلا بد من إتمام مثل هذا الحديث دري كابرا أقدر نبي بعلمي حديث لبهندي إحالي معناه كيلوش تشكيان بمعنى بجلوانية زاروية بمعنى لو ما دجرتوها اشتكى كفري تدا هويك زاروية معناه نازاني تيا ها لسه اشتشرا ودستي اشتكى لو أنا حكمة شش لسبدان فتوى كش غلط بيه ولا بهندي درستان لك هذا أوزار دري لا برسيو دو لا برسيو سي عفوا فإن خفي المعنى أجزاء هات السريرة أوزار معناه كي بزرا عندك لفظي الشريع حديثي هي غريب تيا بالنسبة منو تو غريبة زباني خمانية يعني لو أنا بالنسبة عربة شيش غريب بي مثلا كو استابتي عندك وش هي زور قرصامتين أجن وش هو ما مستهجر مكرياني يعني محوي أنا براسي شرح عن كديا أجناتين أجي مثلا كتابة شيء هي العقيدة محوية يا مولوية وأبزم لسباسي أويدك وسيلة
وسيل هم عقيدة بالشعر إذا والله ما مستعد عبد الكريم مدرس رحمة الله بالشرح هنا كذا ما تينا دقيشتين شو كها سارابي من درزاني عالم الشهم ولو شرح كذا ما بس يوي أوها أذكر بالشرح ونبي نخ من يوناتي أوش ليلة أوها در فإن خفي المعنى حتى العربيش معنى زاروية بزرع هنجن احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكلي أزادين كتابي غريب داندرايا ناري كتابي غريب الحديث النهاية في غريب الحديث ابن أثيري مبارك ابن أثيري كردي كمؤرخ شونيا كتاب جدانا لغريب دو مجلدة سألواني لي رشابي بقرين أو يكلا كتاب كان كألفاظ كلمات غريب الحديث همي لي بحروف الفتاباي يعني ياي هجائي همي شرح كديا هر كلمة غريبة أجر أو غريبان علماء لو أن لكنا دان إنما أمام بس بيغمر صلى الله عليه وسلم تناقشتين شونكا سباني عربي حمالة الأوجه زور وات هيدا قاين لو أنا ما بهلا لك دينو أجا أذا أو متنا ابن حجر رحمة إخوائي لبي لنخبة الفكر أويا فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب أجا معناه كي بزربو بيويستا بشرح غريب بكري بياني مشكلة كإشكالة كديارك لبهن دي تسان كتاب داندرا على السنوات يقصد الحافظ رحمه الله أنه إن خفي معنى الحديث أجانا معنى الحديث بزربو من أجل لفظة غريبة لفظة شيء غريب تدابو معنى ديارنا بو يقل وتلوش شرحك غريبة يقل استعمالها ودورانها كم بكار هاتي لنا علماء دوري نكد يعني قرابي وشاء زور بكار هابي احتيج إلى شرح الغريب هنجن أو غريبة بيوشت شرح بكري لكن علماء من كلمات الحديث لو كان بواسطة الكتب المصنفة في الغريب بواسطة أو كتاباني نسراين مصنفة يعني مؤلفة دان دراون لكتب غريب هذا غريب حديث لأبي عبيد القاسم غريب الحديث لابن قتيبة غريب الحديث لابن سليم الخطابي فائق في غريب الحديث الزمخشري نهاية في غريب الحديث لابن الأثيوي تازبان وهو أوتب خوي ودري بن حجر عفوا أو عبد الكريم شرحي متنكي وهو أحسن كتب الغريب هو إيشي ابن أثري وأجمعها وأشهرها وأكثرها تداولا شكباش أو كتاباني هاتيا زاني تيويتيا هلا يوانشتيوان أوان كديتيان لهلا همو أو نيكديان كلاباها قلت أجمع وأشمل وأنفع يعني خوشته عالمة وهاي كرديشا كيف تبيدي بين مدحي كان باش أو هم كتب حديث غريبة من الشيء أو بيكتب يعني بشي بيبرم زانا وهو أحسن كتب الغريبة وأجمعها وأشهرها أكثرها تداولا زور لبدستانيشا سنك بيتاوا هركسك إستاك لحديثي شتي بنوسي ما استيد دكتورة العالم الإسلامي بيوشتي بو كتابي دبي خاصة نقر حديث كاني بكارنا غريبي تدابي دبي بتسوساو خاصة ما يستفاد الحديث خاصة نقر دراسة كي لأحكام الحديث بي أقر لدراسة موضوعي وتحليلي بي بيوشتي بو كتابي هيت لابد منه دي بكار بني إيشي ابن أثير فالمراد بغريب الحديث أو تغريب الألفاظ وهو ما وقع في متن الحديث كالروي دالة دقي نص حديثك من لفظة غامضة بزرع هنا ديارة بعيدة من الفهم دورة التي جيشتن لقلة استعماله كم بكار هاتيا استها غرابة الاستعمال هي لبلاغي استعمل اشتكتان لو درين بزباني عربية أو ما شاء الله لكل يخوي ندم هرب أفكر معه كزور زار قلت ما اشتكى قم مناسبتي ذابي أتولا فكرت ناسي أري كابري أكبر بيتو خرب ولا صري أو لا حرو بلاغي لا جواهري بلاغي هاشمي بازدكا كيف شي زور ساكي لكل ما ندخوين بربيتو خرج للسري خربيتو شي قلت ما لكم تكأكأتم كتأكئكم على ذي جنة افرنقوا عني والله مش نمد الزاني نمخين بابا كلمة كان هموي دريتو شيء هو زباني عربية بغريبي باسا كان لو كم بكرة دري ما لكم تكأكأتم أو تشيل السري من خربون يعني ما لكم اجتمعتم كتأكئكم على ذي جنة كاجتماعكم على ذي وكل سشيتة خربوا منها افرنقوا عني يعني انصرفوا برتيب كان كابرا بربيتو ولا باتي بسن دستي بيقولون ولا بريتسنا هم خربنا ولا سري زوج الحادثان هم خربيتو كابرا هزبا وش بري احرازي دكا كذا ده يار ما تبدا ازاليرا الفاظ غريب زوره ايسا لو موضوعي فصاحه لبلاغي باسكا فالفصاحه بفصيح قصايد او كلماني غريبي استعمالها ملودين زورشتي عن تكديني يعني زور تكرار بيتو وابزا باسكت هار رشيده يعني زعفري أبو زعفري منصورة لقى معيدي عندك دارين دو حدث بقى أبو زعفري منصورة لقى معيدي رودي عندك دارين أو كابرايدي هار أسمعي
ئەمن ولو بە ئەسماعی بزانێ ئەو مەشهورترە دەبزانە هەن کەلیمەی تکرارەکاتەوە هەڕەشید پێی ناکرێ یانە بزعفەری مەنسوور پێی ناکرێ تەرکیز کات چکار زیرەک بووینەوانە یەک جارێ لە خوێنەوە تۆشتی لەبەر کردیا بەس ئەو زانی فێرەکە لە چێ هەندی کەلیمەی تکرار کردەوە ئەتو زاکرت پێت ناکرێت بەرکە ئەوەش پێ دەرەن غەرابەت الاستعمال یعنی زۆر شتی تکرار کەوە نازانم دەرێ مەکان و حەفرین خەبرین بیمەکانی هەمووی قەبر و حەفر و شعرەچکە عینی لەوێ باز دەکا لەبەرم نێتەوە ئەویش هەموو ئەوەیە زۆر بەکار هات تکرار ئەوە غەریب بوو مملە یان وشەی زۆر بە زەحمەت بەکاربینی وچی گوتم ئەوانە لە پەتی کوردیشەیە شەرحی لۆ نەکرێوانەی لە زاراوی کوردستان لەزان وەڵاسی تێناگەن عینی نە زمانی عەرەبیش کابرا لە زمانی خۆی زاروی ناگە فهو فن مهم جدا ها فن و علمەکی زۆر گەورەیە غەریبی حەدیث یەک لە علومی حەدیثە ئاگادار بە يقبح جهله دەرێ ناشرنە قێزە و نەزان بیبەران لۆچێ بە ئەهلی حەدیث يعني أهل حديث بيو أوش نزاني والخوض فيه صعب خوش بتشناوي ناو علمي صعبة حقيق بالتحري يعني أوي شياوة تزور تحري وهولدي جدير بالتوقي لايق شبوي خوت لي بباريزي نخو بغلط بتشناوي أو دفرمي فليتحرى خائضه يعني تحري لوي هاتي هولدي زهد كي بقري نيان دقو تحري هي لو ماري بشكني نافرين خائضه خائض اسم فاعل يعني يود السناء علمي وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمرجرة الظنون لبهان دري التوقبك دري بشتر سيل أخواي وبكي هنقاو بني أو جرأة تهبي تفسير قسي بيغمبري بكي صلى الله عليه وسلم مجرد ظني خوي يسأو شبهات أنا مدرس دكنا وبظني نزاني خويتان ونيا ودرست بينا والله الحمد لله علماء وبيها أبوا يعني كتابك زور مهمة أمش مرق مودستم كوي شبهات حول السنة يعني حول السنة نبيان حول السنة نازم بفكر مني شيء بس كما مستهيكم دي تداول منك تماشى كمان أو هم الردي أو شتاني استادرز تبي هم يدايتو شبهات حول السنة وابزم هي كتابك أو نبري نادر بي بيابو بس أمنا مكريا يعني ودست منك تتا وقتي وكان السلف يثبتون فيه أشد التثبت السلف بيعود ساكان أواني لو صدي نستر جياينة بيدرن السلف خير القرون قرني يثبتون فيه أشد التثبت زور تثبتيان تأكيديان كذا تشكا قصي بيغمبري صلى الله عليه وسلم ترسانيا لوي ما ونيا أو حديثة كتسفرمي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده نكو قصيوي با نوع شيلك دانو بتفسيره لبهان دي غريبي حديثان باش كنجا فهذا الإمام أحمد بن حنبل بزانا إمام السنة بيدران سئل عن حرف منه فقال سلوا أصحاب الغريب ما رودان ليك حرفي غريب يعني لي برسي أو إمام قوريتان تواضع يعني أبا قوتيتي هارون سؤال لأصحابي غريب كان فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن هاك هارون سؤال لأصحابي أواني مختصا لغريبا من نازانم نكو أترسيم بيمنا خوش أقصدش لقصي بيغمبري بكمسان بظن وقماني خوم فكري خوم اجتهادي خوم لواني غلبهم أقل لفظك مستعبل بكثرة لكن في مدلول الدقة احتاج إلى حينها زاري شوي زور بكارات يا بلام مدلولك هنوردا بيوستي با كتب مصنفة لشرح معاني الآثار كتابك يا هذا كتابنا همنا الطحاوي داني خطابي ابن عبد البر وغيرهم أهم الكتب في شرح متون السنة مع الكلام على أسانيدها شرح خطابي علام السنن كشرح على صحيح البخاري وهمو سكتابي شروحي حديث سكتابي غريب رافي دقة كان مانلو دكاني حديثي فتح الباري وديارة شرح قاضي عياض على صحيح مسلم إكمال المعلم شرح نووي على مسلم عون المعبود أو ديارة تعليقات سندي سيوطي للسنن تحفة الأحوذي إلى آخر كتابي ديكش طحاوي هي وابزام ليلة نهي نايتوا شرح معاني الآثار مشكل الآثار للطحاوي وهمو غريب وشتي كلوية ديارنا مشكل الآثار مختلف وغريب بدليل وتليرا ليران هي بري عون هم تيدانا او هم باسي شروحي حديثه غريبش واضحه اذا هي بغريبه نسيان شرحك غريب يكش كده ثم الجهاله وسببها او ساعه برك لبيشا ددق معه انك نقول سندا ددق معه ثم الجهاله او زارات الصر اوي أولا مخالفة توابون يك لأسباب الطعن أو جارش مجهولي
مەجهولی ڕاوی یەک دوو زۆرمان هەیە یان کم حەدیسی باس کرد بی جێڕابی تۆ کەس نایناسی یان جێڕایتەوە بەس کم لێیان جێڕایتەوە ئەوەش هەیە واضحة دەرێت ثم الجهالة وسببها أن الراوي أوتهو كاركي جهالة أن الراوي قد تكثر نعوته دري صفاتي زور باز دكري فيذكر بغير ما اشتهر به هو بيش جهالت دو سێ نوعية وياك بيش أوي أمن باز كن يستاويش ديت السرير أري زوري صفاتي شيخة كي باسكا أزاشتشي باسكا بغير مشهوري هاوشي نوعي لتدليسا أري لغرضين أزا غرضكش مع خوين للتدليس زاروية الشيخة كي لو ظروفي سياسيا باش نبو بري بخوي جياني دكتا خطر یان شەیخەکەی وچی گوتم سیاسیان نابی دەرە کەس لێ ڕوایەتی بکات زمانێک لە ئیمامی ئەحمەد لە بەغدایە دەست بەسەر بووە دەرێ و عالمە بقیە مخەلەد بنی مخەلەد لە ئەندەلوس دێ فەقیری مشتاقە دەزانیمان لەو وەختی هاتیکە دەست بەسەرە ئێکو ئیتیفاقکە لەگە ئیمامی ئەحمەد ڕزای خوای جارێک باسمان کرد گوتمان شێتەکە بۆ دەرۆزەکەر بە نازەم شێت بە وەختی ئەو وەختی هاتیە لە وەختی تاریکی ئەو وەختی گوتی من چه فرانمە تا بستە زۆری دا ئەویش زروفەکەی ویزانیە ئیمامی حگوت لەو دوورێ هاتێ فەقیری با بخوێنی کەواتە بزانە زاروێ شەیخی خۆی بزر کردە بە زروف بەخۆش ژیانی دەکەتە خەتەر ناوی گۆڕیە یان هەندێک سفاتی گۆی گوتیە و هەریدایە بە منتیقە چیکە هەتا خەرک نەیناسێ شەرتنی هەموو جارێ لەبەرەوەی زایف بووبی وازحە ناچار بوونەوە بکەن باشە بغير ما اشتهر به لغرض هذا ما بستشي وصنف فيه الموضح أو ابن حجر فرمي كتابي موضح يعني بخوي مجهولة كمجهول بو مبهمة ونيا مبهمة بزرا كتابش ده بيبدأ توضيحك أو فرانكس علماء رحمة الله عليه خدمتي أو شتاني أنا ممكن أو راويانا أو شيوخانا كديارنا لو كتابانا دري أزال بعد كتاب يعني دانا لموضح توضيح يعني كده أشكال كده أو مبهمة مجهولانة شيء ذكر الحافظ هنا سبب الجهالة حافظ رحمة الله عليه دوه كاري جهالتي قلت وهي أمران أحدها كثرة نعوت الراوي نعوت يعني الصفات نار نعت منعوت يعني صفة وموصف أو يكل توابعنا لنحوي خوين دي التاني عند خوينا يعني أوي باش أخو تابعي بيش أخو بي رفعا نصبا زرا نونيا أزال بهندي نكرة بيا معرفة بمذكرا بيا توابع تابعي خوي يكل وان نعت يعني الصفة عطفة تأكيدا أو أنا همونا بدل عفري أحد وكثرة نعوت الراوي يعني زور صفات الراوية كي باز بكري من اسمي أو كنية يعني لقب يعني صفة يعني نسب حرفة إيشة هي فيشتهر بشيء منها بيكتش مشهور ببوشتانا برام أوان هموي رزكا فيذكر بغير ما اشتهر به يعني هموي هنا أو صفاتاني همو هنا برام بيكتش مشهور بوا أو أتيك لو صفاتانا باسكا كبير مشهورني هتا ناس اللي تبزي بتشوت وانا بقى غرزانه لغرض من هذا وقد تقدم شيء من ذلك في مبحث التدليس شو ليه تفصيل هذا اشكال لو لا تدليسي باسكت دري لوي باسكرا معنوي بقرر ومن امثله ذلك خطيب بغدادي تنويع الشيخ واحد بدو زارناوي برديا يعني تنويعي كده زورا وزور حيث قال مرة أخبرنا الحسن بن محمد الخلال ومرة أخبرنا الحسن بن أبي طالب يك شخص الشاه باشا محمد كري خلال حسين بن أبي طالب ومرة أخبرنا أبو محمد الخلال بكنيا والجميع واحد يك هذا صنفش تصنيف كريه تأليف يعني خطيبي بغدادي كتابا سماه موضح أوهام الجمع والتفريق توضيحي أواني وهم كصفتك بنويان فرق يعني بي أواني هم الراوية كان معناه يوي صفته كان هم خركاتو يعني بجدا جدا بني هم باس كدينا أوانة شينا وشخص كان ذكر فيه الرواة الذين يظن فيهم أنهم عدد وهم في الحقيقة واحد أوي معناه يعني راوية كان باس كديا خرج زندبات سنزور كسر بلام لحقيقة دايك كسويان ببيت سوانوا وأجاد فيه كما قال الحافظ ابن حجر هو الشرح دك عبد الكريم دري ابن حجر ده فرمي زور بتزواني حموي باس كديا شيء خطيب لما عندي علماء حديث ده فرمون أوي لباش خطيبي هاد بالنسبة لي من دار يعني محتاجة عالة يعني فقيرة محتاجة أوي دري محتاجة تأليفات معناه ولا سكتة بيبي هاتينا تفصيل يعني كده والأمر الثاني ذكر أو يكمين دياربو صفاتي زور هنا بيجي مشروبة أوي دري كمشورنيا
كلا تدليسش باش كلا أو كتابي شي لسلا مبهمة بزرة أو توضيحك موضح وهم. أمر دوام كمجهول دبي وقد يكون مقلا أو أول جار باسكت وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه. زور كم بيارة أو شخص أو حديثي مجهولة شنك روايتي كما كيف شي ليجر درايتوا إيكا كم ليجر دا علماء نايناسن شار زاينة نبا هذا نقص إذا كانت ثقة نقص إذا كانت ثقة إذا أنا مجهولا هروستيان لك دا علماء حتى لو ينرون بتوقسي حديثة كان ورناقن أزيك لو أن بيدرن وحدان وحدان يعني شخص بتاتشي بتني كسلين جرى يعني حديثي كما وحدان يعني أوتا بري أن الراوي قد يكون مقلا من الرواية زور كم روايتي كديا للحديث أو من التحديث به يعني حدثناي كما بجريتها فلا يكثر الآخذون عنه زور ليان ورنقتيا فلا يكثر عنه والرواة نليان ورقتنا الراوي ليان قال القاري عمدة القاري في شرح كتاب بخاري فيصير مجهول الذات يعني قاري في شرحه والله أعلم شرح نخبي فكره فيصير مجهول الذات يعني ذاتي بزرا وكابرا لولا شخين مان كذا قال وصنفوا في هذا النوع لو صنفنا وحدان إمام مسلم كتابة دانا حسني والحسن مسلم بن نازم ليرا عبارة تشتي دايا تواونية قلتم دا بداية سابقين لبهندي ليرا نازم حسفة تشتي دايا معناه كي باشناه لولا مشكلة وسببها بقى برا راسته إذا والله سابقا وسبها يعني وسببه كاركي بالفعل والله وتقول بامي وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته بك سببها سب جندانا سببه كارا بالفعل أزاليرا وصنف في هذا النوع الوحدان فصنف فيه الإمام مسلم بالحجار والحسن بن سفيان كاكا بيننيا يا كيلابا بيني والحسن بن سفيان باشا وأبو الفتح الأزدي وغيرهم يعني أوان همو كتاب يعني دانا لسا وحدان شخصك بتني حديثي بتني يك جرابي تويان هيك يان كم ليان روايات كديكس أوش مشهورنيا أزالي رشتيان نسيا أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات يان أو لا يسمى اختصارا سيا يان ناوي شيخك نايني قوتمان ناوي شيخك هي صفة زورن بس صفتك ما سودتي صفتك كباز ما أو زارة أو ليرة وراجع له هذا أو لا يسمى اختصار ناوي شيخك يعني لبا مختصري موضوعك بمختصر سند أو كيديني وفيه المبهمات أجزاء مبهماته لباتي بري فراني كر فراني دري فلان لباتي برين زيادي بن سعدي بن فران هراز دري رجل مختصر لبرويني السيقني لبا اختصاري علماء أو شان حل كديا أو دستبع مبهمات أو ناوي نهات رجل امرأة خاصة لسند بتأثير كان ناويان قلت إلى شرحي كتابانش بالسريوة مثلا قال متني بخاري هاتمي فتح الباري وأنا هم الشرحين قلت يعني أو رجل فرانكسا باشا أذا كتاب عندنا مبهمات وفيه المبهمات يعني وصنفوا فيه أويا يعني أن الراوي قد لا يسمى شيخه من باب الاختصار لباب اختصار. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد